السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر في عز شبابها وعنفوانها. قصر الملك فاروق في إنشاص قصر من أجمل القصور الملكية اللي موجودة في مصر. هو متشابه جدا مع قصر الملك فاروق اللي موجود في المنتزه في اسكندرية. يكاد يكون المهندس اللي بنى القصرين واحد. القصر على نظام الباروك الإنجليزي المتأثر بالعمارة الفرنسية. قصر اول ما بتروح لهناك مزاج بيتبدل. اهم حدث سياسي حصل في القصر ده هو توقيع ميثاق جامعة الدول العربية بحضور 7 ملوك ورؤساء للدول العربية. وان الملك فاروق لما اتجوز الملكة فريدة رحمها الله قضى شهر العسل في القصر الجميل ده. الملك فاروق كانت لما بتحصل معاه اي مشكلة سياسية او اقتصادية او اجتماعية كان بيجي للقصر ده لان كان موده بيتغير فيه، لانه فعلا يا جماعه لو رحت هناك والمود بيتغير من السيء الى الجيد. قصر جميل جميل جميل. البرجولات اللي فوق دي كان الملك فاروق بيطلع فوقيها وعلى الابراج ويشوف اطيانه، وكان بيحب يجي هنا كتير، جه في احداث كتير يعني. القصر على مساحة حوالي 1000 متر، هو موجود في انشاص في الشرقية. من الداخل الحالة بتاعته مش كويسة، لكن هو من بره جميل جدا. مصر في عز عنفوان الشباب والقوة. صورة رؤساء وملوك الدول العربية اللي حضروا ميثاق جامعة الدول العربية. صورة الملك فاروق وهو بيقضي شهر العسل هو والملكة فريدة، وبياكل بإيديه. على فكرة للعلم بياكل بإيديه هو والملكة فريدة، يعني زي وقاعد على الأرض زيه زي أي حد في مصر في الفترة دي. للجميع أنا يشرفني مشاهدتكم لمحتواي. للجميع الحب والشكر والاحترام والتقدير. للعلم يا جماعة القصر ده غنت فيه أم كلثوم أغنية زهرة الربيع للترحيب بالملوك والرؤساء العرب اللي كانوا موجودين في أول قمة عربية. وغنى حواليه عبد الحليم حافظ غنى على الكوبري اللي قدامه على طول عشانك يا قمر. أغنية من أجمل أغاني عبد الحليم حافظ الله يرحمه. للجميع الشكر والحب والاحترام والتقدير، جميع المجازيين في مصر.